أهلا بكم مجددا. نحو 60 فنانا يشاركون في معرض للفن التشكيلي بعنوان مصر وثورة يناير. حول هذا المعرض الذي يقام بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير، يسعدنا أن يكون معنا الفنان التشكيلي محمد فؤاد الشاذلي. أهلا بحضرتك. أهلا. كما أرحب أيضا بالفنان التشكيلي أحمد بيومي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني 60 فنان رقم كبير، يعني عدد المشاركات هل هي 60 لوحة أم أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك. يعني هذا يعني معرض بهذا الحجم كيف تم التنظيم له؟ الحقيقة قطاع التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، يعني احنا سنويا بنعمل هذا المعرض، ويمكن الأستاذ أحمد يكلمنا أكتر عن طريقة الإعداد. اتفضل حضرتك. هو حضرتك صندوق التنمية الثقافية طبعا برئاسة المهندس محمد أبو سعدة دايما من ساعة الثورة ما قامت، وده يمكن المعرض الرابع على التوالي، حريص ان هم دايما قصر امير طاز بيعمل المعرض ده في صندوق التنميه الثقافيه. احنا بنغطيه كل سنه بالمناسبه. تمام. ف يعني هذا المعرض يعتبر الاضخم تقريبا في الاربع سنوات الماضيه. ده صحيح. بنسال طبعا عن الاجيال المشاركه، يعني في تنوع في الاجيال، في تنوع في المدارس الفنيه المختلفه. الحقيقه هو طبعا المعرض غطى زي ما حضرتك ذكرتي 60 فنان ومن اجيال مختلفه. يعني في عندنا شاب بيبدا من الاستاذ الدكتور الفنان التشكيلي الكبير زي الاستاذ الدكتور سيد القماش، او الفنان الجميل الضيف اللي معانا الاستاذ محمد فؤاد الشاذلي، الى طفله صغيره عمرها 8 سنوات اسمها شاهد حسام. دي طفله برضو مشاركه بلوحه. يعني ما بين هذا وذاك في اعمار بقى كتيره من الفنانين المشاركين، وفي مدارس فنيه تشكيليه كتير الحقيقه، في التصوير الفوتوغرافي وفي الجرافيك وفي التصوير الزيتي والرسم. فالحقيقه المعرض غطى حاجات كتير. يعني احنا يعني يسعدنا ان احنا نركز مع حضراتكم في اعمالكم الفنيه. يعني استاذ محمد فؤاد الشاذلي، عنوان العمل الذي شاركت فيه وما الذي يعني او ما الفكره الاساسيه فيه؟ هو في عمل الحقيقه ده، يعني انا عايز بس اشير على نقطه معينه. الراصد لأعمال الفنانين التشكيليين قبل الثورة يجد أن هناك مؤشرات لإحداث تغيير في الوضع الاجتماعي، ودي اللي هم الحقيقة النقاد أو الفنانين بيرصدوا هذه الحالات بدقة من خلال أعمال لما ظهرت في 2007 أزمة الخبز، بعض التجمعات والمظاهرات في الجامعات. هناك أشياء أخرى كانت مؤشر لحدوث تغيير. هذا التغيير كيف يكون؟ لا، ما كان أحد يعرف كيف يتم. ده معناه أن الفنان التشكيلي بعينه الثاقبة بيشعر بنبض المجتمع، بالنبض اللي حاصل، بيرصده في أعمال فنية. حدث أن احنا اللوحة بتاعتي اللي هي في عندي عمل كان قدم في الفترة اللي قبل الثورة مباشرة. اللوحة دي كان لها قصة، ان كان مطلوب في المجلس الأعلى للمرأة، كانت طالبة موضوع عن حرية المرأة أو حقوق المرأة أو حاجة من هذا القبيل، ولكن أنا شاركت في اللوحة ديت الحقيقة كعمل فني كان فيها شبه احتجاج أو شبه مطالبة بالتعليم، وكانت على حوالين محور تمثال نهضة مصر. ويشاء أن أنا قدمت أن المعرض لم يقام وأجل أكثر من مرة. السيدة فرخندة اللي كانت في المجلس الأعلى، دي اللوحة يا فندم، تمثال النهضة ونجيب محفوظ أعتقد. نعم. وأباجورة لا، الجامعة، جامعة القاهرة. بس يعني برضو منارة، يعني فكرة المنارة والإضاءة، النور والأهرامات في الخلفية.
ده عن حقوق المرأة، الحق في التعليم. الشاب والفتاة اللي تحت ملفوفين بأعلام، يعني شبه أعلام مصرية، رموز كده بسيطة، وبيلتفوا باحتجاجات ومطالبات حوالين التمثال. ده كان قبل الثورة، قبل الثورة يعني مباشرة. عارفة حضرتك أنا أخدتها من مبنى الحزب الوطني قبل قيام الثورة بأسبوع، وبعدها احترق المبنى. زي ما كده قامت الثورة وحصل اللي حصل. يعني قصة اللوحات في حد ذاتها تحتاج لتحليل، يعني نعم. إنها قبل الثورة، وإنها كانت بتتكلم عن حقوق المرأة والحق في حقوق اجتماعية ما زالت مطروحة حتى بالزبط. بعد الثورة. نعم. نفس السؤال بسأله لك الفنان أحمد بيومي، اللوحة اللي حضرتك مشارك بيها وعنوانها وقصتها بالمناسبة برضو. الحقيقة أنا مشارك بلوحة تصوير ذاتي عبارة عن يعني راقصة من راقصات فن الباليه بترقص رقصة باليه على المسرح. يمكن الناس تستغرب اشمعنى، يعني موضوع ملوش دعوة. لا، ازاي، هو له دعوة تماما يعني بالموضوع. الحقيقة أنا قبل أول ما قامت الثورة شاركت في معرض 100 يوم بعد الثورة. الحقيقة أنا قدمت 3 أعمال كاريكاتير. كانت وجهة نظري في الأعمال اللي أنا مقدمها إن الهدف من الثورة ما هي يعني مش بس ثورة وحركة ودربكة وخلاص، لا، يعني فكرة كاريكاتير منهم فين الثورة التعليمية، فين الثورة الثقافية، فين الثورة الفنية، فين الثورة العلمية. الهدف من وراء الإنسان إن هو بيتمرد على حال معين هو موجود فيه ومش عاجبه، إنه يكون عنده البديل والبلديل الأفضل. فأي إنسان في مجاله، سواء مجال فني أو مجال علمي أو مجال ثقافي، المفروض إن هو بيطرح الأفضل. فأنا كفنان ممكن أعمل ثورة على نفسي، على أعمالي التشكيلية، على أسلوبي في الرسم مش عاجبني، فاقوم اقدم حاجه افضل، تكنيك افضل، دي اسمها ثوره. راقصه الباليه دايما تمثل الحريه والانطلاق. بالظبط، هو اسم حريه اللي حضرتك نطقتيه دلوقتي. اللوحه اسمها حريه. يعني ده في حد ذاته نجاح ليا كفنان في ايصال المعنى من وراء اللوحه. فانا قصدت ان انا من اللوحه دي ان انا اقول ان الموضوع مش بس يعني حركة واكشن، يعني لا، ده نوع من انواع الفنون عايزين نرتقي بيها. قيم فنون تشكيلية، فنون ثقافة، يعني ما الى ذلك. الابيض والازرق لونين رمزية الالوان بقى نتكلم عنها. تمام. هما الالوان الاساسية في اللوحة. هو حضرتك طبعا انا الحقيقة خريج سينما ومسرح ديكور، فانا الجو الاضاءه مع الحركه بتاعت جو الاضاءه، طبعا انا مرتبط بمجموعه الوان، باليتة الوان معينه اللي هي الازرقات والموفات، الجو ده بيبقى جو اضاءه المسرح والسينما، دايما بيبقى متركز عليه. ولكن انا دمجت هنا حركه الراقصه. الحركه اللي حضرتك شايفاها دي اقصى حركه ليها، بعدها الحركه بتبتدي تنزل تصاعدي تنازلي بعد كده، يعني دي قمه الاداء في الحركه. ومع مع اللون، مع حركه اللون، يعني حتى لو حضرتك تلاحظ الخلفيه، انا حاولت احرك الخلفيه واخليها ماشيه مع الحركه بتاعتها، كما يكون انا بصور الهواء مع الاضاءه مع الحركه بتاعتها في اقصى حركه ليها قبل ما تبتدي تغير الحركه بتاعتها. بس هي اللقطه دي لانها بتبقى الحقيقه لحظه جميله جدا. يعني الثورة، احنا اتكلمنا عن الثورة والفنون. هل بالفعل احداثت ثورة يناير ثورة بين الفنانين التشكيليين في رؤيتهم والوانهم وموضوعاتهم؟ هو طبعا بالتأكيد ان زي ما الفنان احمد بيقول ان هناك ثورة داخلية او رفض للواقع. ده احنا شفنا فنانين يعني كتير جدا من فنانينا بيستشعروا اللي حاصل، لكن التعبير يتم ازاي؟ طبعا دي فرصة ان انا يعني اترحم على شهدائنا من الفنانين اللي هم راحوا ضحايا في ميدان التحرير، وكانوا اغلبهم من الجرافيك، وكان يمكن في 2 من عندنا من النقابة. الحقيقة الفنان حسب
تعبيره الفني او احساسه بيروح المكان اللي هو يغذي فيه الرؤيه البصريه بتاعته، وهو عنده وجدان اساسا بيعبر بيه. فدي اختلفت من فنان الى اخر، وجات التعبيرات غالبا لاغلبيه الفنانين اللي بيشاركوا. تجد حضرتك يعني المعرض اللي اقيم هنا في قاعه قصر الامير طاز، تجدي الرموز اللي هي بيعبر بها كل فنان. في الرمز هنا كان هو المسيطر، فالرمز اللون بيعبر عن حاجة، الحركة بتعبر عن شيء. كل فنان في داخله مجموعة يعني مجموعة أدوات وحاجات بيتعامل بيها، بيعبر بيها عن الرمز اللي هو خاص بيه. يعني الثورة كفكر وكعمل فني، دايما شفنا أن الأعمال الفنية اللي تابعناها سواء حتى في الكتابة، سواء شعر أو قصة أو رواية، هي تحاول أن توثق للثورة أو يعني تتحدث عن الثورة أكثر منها تثويرية أو تقدم أفكار ثورية. فهل كان الفن التشكيلي كذلك؟ هتكلم من وجهة نظري. أنا شايف إن طبعا حصل طفرة في ظهور مجموعات كبيرة من الفنانين اللي كانوا مش موجودين قبل كده، أو ما كانش عندهم الفرصة إن هم يعرضوا بشكل مباشر للجمهور. اللي أنا لاحظته ولمسته بشكل جيد جدا إن في كمية كبيرة جدا من المعارض وكمية كبيرة جدا من الفنانين ما كانوش معروفين على الساحة ابتدوا يظهروا. ومش عايز اقول ان فنانين جيدين جدا سواء في اعمار مختلفه كتير وفي مجالات فنيه كتير. حصل بقى قصاد الحركه التشكيليه السريعه والقويه، احنا بقى عندنا معارض في خلال الشهر ممكن يبقى 30 40 معرض في الشهر. ساعات الواحد ممكن يروح يزور معرض 5 6 معارض في اليوم، بيبقى عايز يجري من هنا وهنا، لان ده مهم ان الواحد يتابع الحركه التشكيليه. فغير قبل كده كانت الموضوع ممكن كل 2 3 على ما يبقى فيه معرض. حاجه زي كده تعمل نوع من انواع الثراء البصري للفن التشكيلي عند كل فنان. ممكن كل فنان عايش في جزيره لوحده بيرسم وما بيشوفش غير اعماله، هيفضل هو زي ما هو. لكن لما يبتدي يشوف فنانين تانيين كتير ويشوف اعمال كتيره وتقنيات مختلفه، باليتات تانية غير الباليتات اللي هو بيشتغل بيها او متعود عليها، كل ده بيعمل ثراء للحركه التشكيليه. اهم حاجه ان الفنان لما يجي يقدم ثوره الفنان التشكيلي هي ثورته على اللوحه بتاعته، مش هينزل يتخانق في الشارع، مش هي يعني ثوره في الالوان، ثوره في التشكيل. يعني الفكره اللي انا عايز اقولها لحضرتك ايه؟ ان انا لما اجي اشتغل وارسم لوحه لازم يعني انا عايز اسبق العصر. طيب احنا دلوقتي جمل، احنا في عصر الذره زي ما بيقولوا، احنا عدينا عصر الذره بزمان، لكن عندما نرسم الجمل له دلالات مختلفه في الوقت الحالي. يعني علاقه يعني لقينا شويه كلاسيك، اشكال شغل كلاسيك كتير في معرض في مصر، والثوره رغم انها ثوره. يعني الحقيقه هي دي اللوحه دي انا ما شاركتش بيها، هي دي من اعمال الحقيقه، والحاجات اللي حضرتك اتعرضت من كام لوحه اللي قبلها دي من اعمال الخاصه الشخصيه. وانا دايما بحب اقدم الطابع المصري، انا بنقل الواقع المصري بتاعنا والفلكلور والحضاره المصريه بتاعتنا في هذا الزمن، بحيث ان انا بعتبر اللوحه سفير. السفير ده ينقلنا في ازمنه تانية، يتكلم عن بلسان حال الزمن اللي احنا فيه. فانا الحقيقه ما بحاولش ان انا ابقى بعيد عن المتلقي العادي، وفي نفس الوقت بقدم وجبه فنيه كويسه في كتقنيه لون او كعمل فني تشكيلي موزون ومتوازن. كرجل اكاديمي لازم اقدم ده بحيث يرضي الذوقين، سواء الانسان المتلقي العادي او الفنان الخبير. اللي انا عايز اقوله ان احنا بالفن بتاعنا التشكيلي بتاعنا ثورتنا الحقيقيه، يعني او اللي انا دي الرساله اللي انا بعتبرها يعني مهمه، ان الفنان التشكيلي يبص على العالم فيه ايه، ما يبصش جوه هنا في مصر وما يبصش حواليه وبس، لا يبص في العالم كله ويحاول يقدم فن جديد. الفن الجديد يطور من اسلوبه، يطور من خاماته، يطور من تقنياته. هي دي الثوره الحقيقيه.
الصياد، لوحة الصياد دي مهمة جدا، متكررة كتير عند فنانين تشكيليين كتير مصريين. هو الحقيقة اللوح الصيادين بالنسبة لي يعني بشكل شخصي أنا بحب أرسم الحقيقة اللوحات دي، ودي من أجمل اللوحات اللي عملتها هي، وكان في لوحة تانية. العمل بالنسبة للصياد وجو العمل وجو اللي بيبقى فيه شقة، مفيش حاجه بتيجي بالسهل، ده اكتر من لوحه عن حياه الصيد. بالظبط. هي حياه في الميه، يعني تعتبر غرائبيه يعني، ومثيره للاهتمام والرصد برضو. يعني نفس السؤال هساله الفنان محمد فؤاد الشاذلي. يعني حضرتك لازم نمر على تجربتك مع حرب اكتوبر. رسمت عن حرب اكتوبر، شاركت في هذه الحرب، هل رسمتها ايضا؟ شاركت بكتير، وليا كان مقتنيات في الكليه الحربيه نفسها عن حرب اكتوبر. لازم يعني هذه يعني فنانين قليلين اللي شاركوا في الحرب ورصدوا هذه يعني التجربه. الحرب كانت 73، انا كان المعرض التالي اسمه معرض 6 اكتوبر، شاركت فيه ب3 اعمال في سنه 73 سنه 74 سنه 74 بالظبط. كانت على طول المشاركه واضحه ومباشره في ذلك الوقت. اهم كفنان تشكيلي، اهم مشاهد رصدتها غير اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف شويه حاجات مكرره عن حرب اكتوبر. عينك كيف رصدت هذه طبعا الحرب؟ الادوات كانت بسيطه جدا، هو الورقه والقلم الاسود، قلم الجاف، قلم جاف اسود، فده اللي كان متاح. كنت بترسم في اللحظه، في اللحظه، في الميدان. في الميدان. يعني ال3 اعمال اللي شاركت بيهم كانت اعمال صغيره 30 في 40 على قد السكتش، وخدتهم الكليه الحربيه مقتنيات. وحضرتك بعد كده بدات الفكر لما يتبلور، شاركت باعمال تانية مرثيه للشهيد. بدات استشعر الشهداء والاحداث الحرب والحاجات ديت. طبعا المشاهد اختلفت عن التصوير الفوتوغرافي اللي احنا سجلناه في دي اللوحه دي حضرتك. دي انا دايما احب احط في بعض الاعمال المغزى السياسي او المغزى اللي انا حاسس بيه، الفتره الزمنيه للثوره والتغيير اللي حادث في 25 يناير. انا بعتبر ان الثوره بتاعتنا هي 25-30 وليس، فاحنا عدينا في مرحله السنه اللي كان فيها حكم الاخوان، حصل فيه تقسيم وفئتين في الشعب المصري او تمييز، وهنا مصر بتحاول تفاضل، والطيور هجرت العشاش بتاعتها وتناحرت في الاراء والاحاديث والكلام فوق لغايه لما مصر تحسم الموقف بتاعها. ده رصدي كان للسنه اللي هي حصل فيها فتره الحكم. يعني هو اللي يمكن يلفت النظر هو الحمام اللي لونه رمادي او اسود، لكن بقيه الالوان اعتقد حضرتك ممكن تشرح لنا رمزيتها. انا رمزت الحمامه البيضاء اللي هي احنا كشعب مصري بنميل الى السلام والود والمحبه، ولذلك هي مصر محتضنه الحمامه البيضاء والثانيه بالطياره. ف ده يعني مضمون، يعني لمسه او لقطه لاحداث جاريه، انما اللوحه تشوفيها عاديه خالص. وانا طبعا حطيت الاطار الشبك السلكي على الواجهات مصر اللي كانت مكبله في هذه الفتره عن الراي وعن الفكر وعن كذا حاجه حصلت. ويعني في بعض الرموز في اللوحه كده. اللوحه كلها معموله بيونت واحد اللي هو المربع، واحنا في هذه الفترة اتحصرنا فعلا في مربع، وكان لابد ان نفك هذا الحصار، وكان رأي مصر في هذه اللحظة. دي اللوحة اللي انا عبرت بيها. حضرتك برضه لوحة، دي لوحة تانية حضرتك. الحوارات ده سوق يعني سوق التلات سوق المواشي. يعني شيء مش يعني سوق مشهور يعني. لكن هنا حته الحوار بتاع الفجر اللي موجود ما بين بتجيله انا قتامه في الوجه ان هناك سريه او في كلام بيتقال من تحت او
تحت هذه العباءات. في خوف يعني، هي فعلا مخيفة. حتى هذه يعني الجو المظلم اللي من وراء يعني فيها كده شيء من الخوف أو كذا. ده إحساسي عن هذه الفترة. يعني في الحيوانات يعني بتمرح يعني، والبشر يعني فيهم جمود وملامحهم مش واضحة. بالظبط. يعني دي لحظة برضو في السنة السوداء. نعم. يعني احنا مرينا ب4 سنوات كده، دي المرحلة السنة الرابعة. أستاذ أحمد، يعني بعد كل هذه السنوات من المعرض، هل اتقدمت رؤى بقى فنية جديدة؟ الفنانين خرجوا شوية عن فكرتهم الراصدة للثورة وقدموا رؤى للمستقبل وصورة جديدة لمصر؟ ده باين جامد يعني كتير في معارض الفنانين الشخصيه بالذات. المعرض الشخصي دايما بيبقى تجربه الفنان ورحلته في وقته في سنته. فمن زيارتي يعني لمعارض فنانين تشكيليين كتير، خلاص الموضوع بقى موضوع عمل. كل فنان ابتدى يعيش مع تجربته الشخصيه، ابتدى يطور من ادائه، ابتدى يقول تجربته الجديده ويقول اعمال تشكيليه. يعني ما بقتش العمليه جزء من النسيج الثقافي للفنان خلاص، يعني ما بقتش مرحله بنعديها او بنمر عليها. لا يعني هي زي ما قلت لحضرتك، هو الفنان التشكيلي ثورته هي فنه، يعني دايما بيحاول يقدم جديد. ثورتك الفنيه حصلت امتى استاذ احمد؟ قبل الثوره بشويه. قبل الثوره بشويه. يعني برضو ازاي يعني الفكره وراءها، وما المحرض على هذه الثوره، وصرت على ايه بالظبط في عملك التشكيلي؟ انا صرت على اسلوبي في التقنيات بتاعتي وفي الاعمال اللي انا كنت برسمها. يعني كنت بالاول يمكن برسم حاجات غرب كتير، حاجات ما لهاش علاقه بالفولكلور المصري والبيئه المصريه. انا الحقيقه صرت على نفسي في ده وما عجبنيش ده، فخدت قرار بيني وبين نفسي ان انا مش هرسم حاجه غير مصر الحلوه بشوارعها وشعبها. عودة إلى الجذور يعني. مسموح للفنان أنه يتجول يعني، وأنه يقيم مطرح ما يحب يعني. الحقيقة البيئة المصرية والفولكلور المصري المتنوع مادة ثرية جدا جدا جدا. أنا مش عارف أنا إزاي كنت بعيد عنها، ده إحنا بنحصد عليها من الغرب. صحيح. عشان كده رسمت الصحراء والنهر، يعني في مشاهد كتيرة يعني في مصر ما احنا بعيد عنها للأسف، مهجورة. الفنان محمد فؤاد الشاذلي، ثورتك يا فندم برضو متى حصلت الثورة الكبيرة قوي في حياتك الفنية التشكيلية؟ أنا الحقيقة يعني في فترة، أنا الحقيقة من السبعينات أنا بدأت مبكر يعني، وحصلت على جوائز مبكر برضو. فلما كان وقف جنبي بيشد على ايدي الراحل يوسف السباعي وزير الثقافة السابق، وكنت حاصل على جائزة على مستوى مصر، كانت الجائزة الثانية في معرض الشباب. وكان أقيم هذا المعرض في محطة السكة الحديد في هذا التوقيت. فلما يقف شخصية مثل يوسف السباعي ويضع ايده على كتفي ويشجعني ويهنيني بهذه الجائزة، كان لازم تكون هناك دافع قوي جدا للاستمرارية في هذا العمل. فكان بحثي دؤوب في هذا المجال. يعني لم أتوانى الحقيقة، الحمد لله. أنا صحيح إنتاجي يمكن قليل، عندي مهام أخرى كمهندس معماري، وعملت في المتحف المصري الكبير فترة. فيعني لكن في أي مجال بشتغل فيه أو بعمل فيه بستقي الرؤى، ومن بدايتي خالص أنا عندي الرؤى المصرية الخالصة في كل أعمالي الحمد لله. الروح المصرية، احنا كنا برضو بندور على الروح المصرية في يناير وكيف اختلفت. يعني واضح ان احنا لازم نغير السؤال ده ونشوف رؤى المستقبل، يعني كيف نرى المستقبل. الفنانة اللي عندها 8 سنين يعني رسمت الثورة ازاي؟ شافتها ازاي؟ هي رسمت الحقيقة فازة ورد. دي اللي ده بس
الحقيقه يعني اللوحه بتاعتها جميله جدا، يعني مستوى اللي عملت بيه اللوحه مش مستوى واحده بتاع 8 سنين ابدا. يعني انا في موهبه حقيقيه وراء هذا. لولا ان انا اعرف والدها هو كان دفعتي ما كنتش يعني سالته سؤال واكدت عليه، ده شغلها. ده شغلها خلاص. احنا كفنانين تشكيليين عندنا ثورتنا الخاصه بقى في ايصال فننا التشكيلي للعالم كله. ازاي نصنع فنان تشكيلي عالمي؟ احنا بنحاك وبيضحك علينا يعني بفنون غربيه مش من توبنا. طيب لما الغربي بيشوف لوحه من اعمالي بيجي له حاله انبهار. انا مش بتكلم علينا بشكل شخصي، انا بتكلم الفنانين المصريين. طيب انا محتاج اوصل ده بره، اوصله ازاي؟ احنا سمعنا عن بورصه للوحات العربيه، وان في جزء منها داخل بيزنس كبير انا مش عايز بيزنس دلوقتي حضرتك. يعني انا هقول لحضرتك على مشكله الفنان التشكيلي المصري، ان فنه لا يصل الى العالم، لا يصل الى العالميه، للعالم بره. يحتاج الى منافذ. ازاي؟ احنا عندنا منافذ بالفعل موجوده، وانا كتبتهم ونشرهم من فتره. احنا عندنا مراكز ثقافيه وسفارات في كل دول العالم. صحيح. طيب ناخد اعمل كل سفاره ولا كل مركز ثقافي ده دوره الاساسي، خد من الفنانين اعمل 3 معارض في السنه، لف بيهم هناك وادعي الفنانين والنقاد. خد يعني هيبقى انت تخيلي حضرتك لو كل سفاره او مركز ثقافي في كل دوله في العالم عمل لي 3 معارض، يعني ياخد كام لوحه من كام فنان هنا؟ صحيح. هي هذه المراكز تفعيلها غير مفعله يعني. انا ما اعرفش، بس انا عايز اقول لحضرتك لو احنا عملنا كده هيبقى عندنا الفنانين عندنا ما بيسكتوش، واعمالهم بتتعرض في العالم على طول. فعندنا ممكن مجهود فردي، يعني عاده بيبقى مسؤوليه فرديه ومجهود كبير جدا. بس الصح حضرتك ما يبقاش مجهود فردي، دي مسؤوليه مركز ثقافي، ده من ضمن مسؤوليات مركز ثقافي اعتقد هذا يعني. انك بتقدم للجمهور بره، انت سعادتك سفير بتقدم للجمهور بره فنون التشكيله المصريه. طيب ساعتك اعمل 3 معارض في السنه، لو كل دوله عملت 3 معارض في السنه، كل مركز ثقافي يعني لينا بره عمل 3 معارض للسنه، خد له 100 لوحه، يعني 100 فنان، يعني 300 فنان عنده في السنه. معنى هذا يبقى عندي كم رهيب جدا، وفي علوم، في نقله وطفره جامده جدا للفنانين المصريين ان هم يتعرفوا بره. الفنان محمد فؤاد الشاذلي، يعني انا توقفت امام عبارتك بان الشغل خدك من الفن الى اي مدى؟ يعني انتاجك كام لوحه في السنه؟ يعني عشان احنا برضو لازم نعمل احصائيات. يعني انا يعني انتاجي في حدود ال5 6 اعمال تقريبا، وهي ما تقاسش على فكره بالعدد، يعني قد تكون هناك لوحه واحده في السنه. يعني طبعا مش بالعدد فعلا، بس واضح ان حضرتك متاثر جدا ان عملك واخدك من الفن. لانه طبعا بس انا حاليا حضرتك متفرغ من قبل وزاره الثقافه لانجاز مشروع فني. مشروع بعنوان ايه يا فندم؟ هو الحقيقه العنوان برضو كان نتاج، يعني نتاج قصدي ثوره 25 يناير، وكانت العنوان حرية وعدالة اجتماعية، وعيش وحرية وعدالة اجتماعية. فالجماعة أو الفئة المهمشة اللي بدأت بيها أنا أدرس بعض الحاجات ديت، اللي هم زي عمال التراحيل، وأحط سبوت على الفئات المهمشة في المجتمع. والناس دي يعني عامل التراحيل ده بيبني لي عمارة. صحيح. حضرتك خدت جزء من الشغل في المعمار الهندسه المعماريه، وبتوظفه في عمل فني، يعني شيء يعني عميق. يعني عمال الترحيل فكره يعني تم تناولها قبل كده، لكن فيها جديد دائما. لا انا خدتها برؤيه مختلفه خاصه. في ختام هذا الحوار بشكر ضيوفي الفنان التشكيلي محمد فؤاد الشاذلي والفنان التشكيلي احمد بيومي. شكرا لحضراتكم. احنا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سنواصل موضوعنا الاساسي حول ثورة يناير والفنون المختلفة. احنا معانا فاصل من كوميديا الأحزان نشاهده للكاتب إبراهيم الحسيني، ونعود إليكم مرة أخرى.